أنا عاملها قبل منك. هنشوف ايه حكاية الإفيه ده لفريد شوقي من فيلم رصيف نمرة 5. بس أولا بحب أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونكمل حبايبي. رصيف نمرة 5 واحد من أجمل أفلام فريد شوقي اللي كتب لها القصة، بينما اللي كتب السيناريو والحوار كان السيد بدير. وكانت القصة عن أحداث واقعية كان حكاها شويش في البحرية للفنان فريد شوقي، وفريد شوقي قام بكتابتها وتم تصوير الأحداث في أماكن حدوثها. وقصة الفيلم بتدور حول الشاويش خميس اللي بيعمل في خفر السواحل، ونجح في إخفاق عملية لتهريب المخدرات، فبتحاول عصابة التهريب إن هي تشتري نزاهته علشان يسهل لهم الأمور، ولكن بدوره طبعا بيرفض، فبيلجأوا لخطة لقتله عشان يزيحوه من طريقهم، ولكنهم بيفشلوا وبيقتلوا زوجته عن طريق الخطأ، وبتتصاعد الأحداث. والفيلم ضم العديد من الفنانين، ولكن فريد شوقي وزكي رستم كان ليهم النصيب الأكبر من لفت الانتباه في الفيلم. وزكي رستم جسد واحد من أجمل وأقوى أدواره وهو المعلم بيومي. وكان لزكي رستم عدد من الإفيهات في الفيلم ده ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، زي إفيه ربنا يجازي ولاد الحرام عشان يبعد عن نفسه الشبهة من قتل زوجة خميس، أو إفيه روح يا شيخ ربنا يعمر بيتك لما أخبروا شاويش خميس إنه اقترب من القبض على العصابة اللي بتروج المخدرات في أقدام الحمام. وكانت أبرز إفيهات الفيلم أمال سبحتك فين يا معلم، لما اكتشف خميس حقيقة بيومي وإنه قتل بهانة الخرصاء بعد ما شافت الوشم اللي على ايده وعرفت ان هو قاتل مرات خميس. ولما عرف بيومي ان خميس كشفه حاول ان هو يخدعه، ووقف بمنتهى الخبث ليعلن نيته للصلاة حتى يجد فرصة للهروب، لكن خميس مسكه من ايده وهو بيقول له ده انا عاملها قبل منك. هنشوف بقى ايه اصل الافيه ده اللي كان ارتجالي من فريد شوقي. وكان فريد شوقي في مذكراته قال ان الإفيه ده ما كانش مكتوب اساسا في السيناريو، بس كان يقصد ان هو عمل نفس الشيء او نفس المشهد في فيلم حميدو اللي سبق فيلم رصيف نمرة 5، سبقه ب3 سنوات. وكان فريد شوقي في الفيلم بيتاجر في المخدرات، ولما دخل البوليس للقبض عليه ادعى انه بيصلي، واحتراما للصلاة وقف رجال البوليس في انتظاره حتى ينتهي، ولكنه غفلهم وقفز من شباك الغرفة. واخيرا حبايبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف لطيف كده، وما تبخلوش عليا باللايك، واتمنى متابعة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.